السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة طبق شوربة الخضار اللذيذ ده. طبعا احنا كلنا عارفين قد ايه الخضار مهم في نظامنا الغذائي. هنعمله بطريقة صحية وخفيفة من غير اي تسبيك. هنعملها مع اللحمة النهاردة. هنسلق اللحمة والخضار كله في حلة واحدة. بس يلا قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ويلا عشان نبتدي في الخطوات بتاعتنا. اول حاجة معايا هنا ربع كيلو من اللحمة، هنقطعها مكعبات كده، تقدر تستبدليها بلحمة مفرومة لو حابة. هنجيب بصلة متوسطة ونبدأ نقطعها تقطيع ناعم زي ما انتوا شايفين. تقدري تضربيها في الكبة. ومعايا هنا حوالي نص كيلو من الكوسة، هنقطعها مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. تقدري تستبدلي الكوسة بأي نوع خضار انت بتحبيه، او حتى ممكن تعملي ميكس خضار. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بيها على النار، ننزل فيها بمعلقة كبيرة من الزيت. نوزع الزيت بتاعنا بقى كده في الحلة ونسيبه لحد ما يسخن. اول ما يسخن هننزل بقطع اللحمة بتاعتنا، ونديها بقى تشويحة كده من كل الجوانب بحيث المسام بتاعتها كلها تتقفل وتاخد اي تحميرة بسيطة كده. هنبدأ بقى نقلب كده ونديها التشويحة. لو مش حابة اللحمة تلزق معاكي بالشكل دوت، تقدري تستعملي اي حلة نون ستيك، جرانيت او سيراميك المتوفر عندك. هندي اللحمة بقى التشويحة التمام بتاعتها كده. وبعدين نبدأ ننزل عليها بالتوابل. معايا هنا ورقتين من اللورة، ربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ممكن تحطي حبهان صحيح، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من بهارات السبعة أو أي بهارات لحمة موجودة عندك. هنبدأ بقى نقلب كده ونديها تشويحة صغيرة، مش هنقلب كتير علشان اللحمة البهارات ما تتحرقش معانا. هننزل بالبصلة بتاعتنا ونشوحها كده تشويحة بسيطة، يا دوب بس البصلة بتاعتنا تدبل. هنا انا حسيت ان المادة الدهنية قليلة شوية، فبدأت ازود معلقة من الزيت صغيرة كده بحيث البصلة تتشوح كويس. هنزل بقى بالمية بتاعتنا من كوباية لكوبايتين كده على حسب كمية اللحمة اللي انت عاملاها. هنغطي بقى على اللحمة بتاعتنا ونسيبها تستوي، يعني تقريبا نص سوا او 3/4 سوا على حسب نوع الخضار اللي انت مستعملاه، لان هي لسه هتكمل سوا مع الخضار. هنا اللحمة بتاعتي كانت خلاص خدت 3/4 سوا كده. هننزل عليها بكوبايتين من عصير الطماطم المضروبة، وهنسيبها شوية كده يعني مدة 5 دقايق. أول ما تغلي هننزل بالخضار بتاعنا ونزود مية لو احتاجنا. بس كده هنغطي عليها بقى ونسيبها لحد ما الخضار بتاعنا يستوي واللحمة بتاعتنا تكمل سوا. بعد حوالي ربع ساعة كانت الشوربة بتاعتي جهزت بالشكل ده، الخضار استوى واللحمة كملت سوا. يلا بقى قدميها بالهنا والشفا. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم. انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. بحبكم.